مثل هذه المهرجانات هي نقطة انطلاق وتشجيع أكيد لكل الشباب، يعطيهم ألف عافية وبالتوفيق. أما الآن راح وصلنا طبعا إلى صباحكم مشاهدينا ومع هدى. يسعد صباحك هدى. صباحكم مشاهدينا من أكثر الهاشتاجات النشطة خلال 24 ساعة الماضية في السعودية وعمان إعادة حجب مكالمات الواتساب بعد ساعات من السماح لمستخدمي برنامج واتساب من استخدام خاصية المكالمات المتوفرة بالبرنامج. تم إعادة حجبها، الأمر اللي أثار غضب مستخدمي الخاصية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. من التغريدات في هذا الهاشتاج، عبد الله قال كانت الشركة تطقطق علينا، وسيد قال مكتوب علينا نقعد ونسمع طنطنة الأحرف. إبراهيم قال نتعب وإحنا نصرف الناس ونقول ما عندي رصيد، ويجي الواتساب ويحط مكالماتي والله صادق. مرام قالت يا فرحة ما تمت. خلونا بعد نشوف رأي ملهم أحد المغردين على سكاي. صباح الخير أخت هدى. طبعا سبق وتحدثت سابقا عن موضوع حظر التطبيقات في عمان. منذ يومين تقريبا استبشرنا خيرا في أنه تم رفع الحجب عن ميزة الاتصال في الواتساب، ولاحظنا كذلك فرحة العمانيين بهذا، لأنه لعل هذه الميزة قد تكون عامل مساعد لمنع الاحتكار بين شركات الاتصال في عمان، لأنه كما تعلمين لا توجد غير شركتا اتصال مفعلة في عمان. طبعا رفع الحجب عن ميزة الاتصال في الواتساب هذه ستساعد على تقديم خدمات أفضل للمستخدمين في عمان. رفع الحجب باعتقادي لم يستمر أكثر عن 12 ساعة. السؤال الآن لماذا بالتحديد 12 ساعة؟ قد تكون هي قص نبض للشارع العماني، أو قد تكون كذلك دراسة لمدى الجدوى الاقتصادية لعملية رفع الحجب مقارنة باستخدام الاتصال الخلوي. ومن الهاشتاجات النشطة أيضا مقيم يضرب السعودية. أنشأ المغردين الهاشتاج بعد انتشار مقطع فيديو لمقيم آسيوي يعتدي على امرأة محجبة داخل سوبر ماركت. خلينا نشوفه. خلونا نشوف آراء بعض المغردين بعد مشاهدينا. أتمنى أخذ أقوى عقوبة لهذا الوافد للمملكة حتى يكون عظة وعبرة لغيره من العمالة. صباح الخير. أتوقع التصرف الأجنبي تصرف غير طبيعي، ومستحيل أي رجل يعتدي على امرأة. لو كان معاها محرم ما كان صار اللي صار فيها. أتمنى التشهير في هذا المقيم والتشهير في عقوبته حتى يكون عظة. يجب إنزال أقصى العقوبة على هذا الرجل الذي تعدى على هذه المرأة البريئة لكي تكون رادعة له وعبرة له. فعلا لازم ينزلون أقصى العقوبة على هذا المقيم وياخذ حقه. ومن أكثر الهاشتاجات النشطة في الإمارات، القمة العالمية للحكومات، الشيخ محمد بن راشد يجري حوارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 10 ملايين متابع لسموه بعنوان حوار المستقبل، ويرد على أسئلة الجمهور حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل وغيرها. ومن الأخبار النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لشاب يهين آخر يدعى زمزوم ويعذبه، تمكنت شرطة مكة من تحديد هوية المتورط. أوضح المتحدث الإعلامي العقيد عاطف القرشي أن فرق البحث والتحري بمحافظة جدة حللت مقطع الفيديو وتوصلت للمجني عليه وحددت هويته لإلقاء القبض عليه تمهيدا لسماع أقواله وإحالته للجهات المختصة. طبعا مشاهدينا اكيد المعتدي كان مبسوط انه اهان خصمه قدام العالم، بس هالفيديوهات اللي تتصور وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما صارت تمر مرور الكرام، بالعكس صارت دليل اهانه وادانه للي يصورها وتعرضه للمساءله القانونيه. نروح الفنان حسين الجسمي يرد على الناس اللي ربطوا بين اسمه وبعض المشكلات اللي وقعت في بلدان عربيه غنى لها. قال جسمي أقرأ التعليقات وأضحك، ما جعلت الهيبة في اللسان بل بالأفعال والأخلاق، لأن في النهاية إما أنك تتعلم أو تتألم. وكان له تغريدة في شهر نوفمبر على حسابه الرسمي في تويتر وجهها لجمهوره وقال أنتم أهلي وناسي ومنكم أستمد قوتي ونجاحي وأفكاري. أتمنى أن الفنان حسين الجسمي يكون دايم مبتسم ويضحك، لأن الكل يحب هالابتسامة، وفعلا رده يدل على أخلاقه الراقية.
أكثر الفيديوهات مشاهدة عصابة العائلة، فيديو سجلته كاميرات المراقبة بإحدى صيدليات مدينة الرياض يكشف عائلة تسرق الصيدلية. خلونا نشوفه. قسموا الادوار، الاب والام يراقبون والاطفال يسرقون، الله المستعان. راح نختم فقرتنا مشاهدينا بفيديو طريف لهروب جماعي لمعلمين في مصر من سور المدرسه هربا من تصحيح الامتحانات. خلونا نشوفه. ايوه هذا اللي لابس مخطط ده مصور اللي لابس مخطط ده يا ابني. دول كمان طبعا ما خلوا شيء للطلاب. وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم مشاهدينا، بس عندنا أخبار كثيرة زي ما تعرفون. أخبار السوشيال ميديا ما تخلص، وأنتم تقدرون تشاركونا آراءكم على هاشتاج صباحكم. نرجع لك لوجين ونكمل باقي فقرات البرنامج. شكرا هدى، يعطيكي ألف عافية. شكرا على كل الأخبار. مشاهدينا نرجع لدبي، ومعرض ايكونيك ارت المقام في اوبرا جاليري في دبي يعرض اهم المجموعات الفنيه لعمالقه الفن في القرن العشرين وال21، ومن ابرزها لوحه للفنان مارك شاغال. لنرى في التقرير التالي. بعد ساعات قليلة فقط ستعرض إحدى أغلى اللوحات التي وصلت إلى دبي في أوبرا جاليري العالمي للفن. سيلفان يخطط لوضع اللوحة الثمينة في إحدى زوايا الغرفة السوداء، وهي مكان مخصص لأغلى الأعمال وأشهرها. اللوحة ملفوفة بقطعة قماش داخل علبة خاصة تحميها من الرطوبة. الآن سنخرجها ونبدأ بعملية التعليق. اللوحة الأخيرة التي سيعلقها سيلفان هي من أهم الأعمال هنا، رسمت منذ 100 سنة من قبل الفنان مارك شاغال. لوحة مميزة تحتاج إلى رعاية خاصة، ويصل سعرها إلى ما يقارب $2,000,000 أمريكي. رسمت تلك اللوحة في سنة 1929 وسماها شاغال الرقصة. ويعتبر شاغال وهو من أصول روسية عاش حياته الفنية في فرنسا من أبرز رسامي القرن العشرين. تكتمل عملية تعليق اللوحة بعناية فائقة كونها كنز ثقافي عالمي. في لوحته دائما نجد رمزا معكوسا